النهاردة حلقة مش عادية، كلام هيهز مفاهيم بيوت كتير. واحد من أهم علماء الأزهر، صوت العقل، صوت الدين الوسطي. معانا النهاردة عالم من علماء الأزهر الشريف، الدكتور أسامة أبيل. أهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور. ربنا يكرمك يا سعيد حبيبي، جدا ربنا بصراحة. يكرمك يا رب ويسعدك ويجعلنا ان شاء الله نقدم رسالة جميلة كلها نور وخير وسعادة للناس كلها، واحنا في الايام الجميلة المفترجة دي. اللهم اعنا على ذكرك امين يا رب، وشكرك وحسن وحسن عبادتك يا آمين. رب العالمين. امين يا يا رب، رب يا امين رب. يا رب. طب دكتور، دلوقتي انا عايز اسال حضرتك، بالنسبه للزوجه لما تكون عندها اولاد بتتعرض لظلم، الضرب، القسوه من زوجها، هل هي مستمره في الزواج ولا؟ لا طبعا، بص حضرتك، عندنا حاجة اسمها الخطوط الحمراء. ايوه. في خطوط حمراء كده ما ينفعش تجاوزها. ما ينفعش لا زوج يضرب زوجته ولا يسبها ولا يشتمها ولا يهينها، لان الزواج قائم على الرحمة وعلى المشاركة وعلى المعاونة. انت زوجتك دي نعمة ربنا سبحانه وتعالى انعم عليك بيها وانعم عليك بالحياة الزوجية، فلازم تشكر ربنا سبحانه وتعالى على النعمة دي. فمفيش حاجة اسمها ضرب في الاسلام، مفيش حاجة اسمها زوج يمد ايده على زوجته. لازم لما يحصل الامر السلبي ده او التصرف الغير مقبول او الغير سوي ده، لازم نرفضه. والزوجة لازم تبدأ تشوف حد من أهلها زي ما ربنا قال في القرآن كده، فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. لو الزوج اعتذر وأبدى خطأه وقال لأ وتاب إلى الله تبارك وتعالى وأناب، زي ما احنا بنقول، خلاص نقطة من أول السطر. لكن ما ينفعش بأي شكل من الأشكال إن يكون في نوع من التجاوزات بين الزوجين في الأسرة، علشان خاطر الحياة الزوجية حياة كلها رحمة وكلها مودة وكلها مشاركة وكلها معاونة، زي ما ربنا سبحانه وتعالى علمنا وزي ما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم كان رحيم بزوجاته طبعا. وكان يعاملهم معاملة طيبة وكان يحسن إليهم في كل شيء وفي كل تفصيلة. طيب بالنسبة برضو يا دكتور، بعد ما بيتم الزواج بيكون في زي تارجت كده محطوط، يا الزوجة يا الزوج لازم حد عايز يخسر أهل التاني. يعني بمعنى أصح إن ممكن نقول الزوج أو الزوجة يمنع الزوج إن هو يروح لوالدته، يمنع الزوج إن هو يكلم إخواته، أو العكس صحيح. خلينا نقول الواحد لما بيتجوز عيلة كلها، فلازم يبقى في مودة ورحمة، وفي برضو حاجة اسمها الخصوصية وحد كده نقف عنده. احنا بنحدد يوم نزور فيه عائلاتنا علشان خاطر دي يعني صلة الرحم والتجمع على طعام واحد. زي مثلا احنا كمصريين نقول لك هنروح في الويك اند لبابا ولا الماما يوم الخميس ولا يوم الجمعة. مفيش حاجة اسمها تارجت ان زوج او زوجة يخسر اهله. دي يعني حاجة غير مقبولة بالمرة. احنا بنتجوز عشان نستقر وعشان نعمل حياة خاصة وعشان يفضل الوصل موجود بيننا وبين ابائنا وبين امهاتنا. البر يا استاذ حسين والسادة المشاهدين لا ينقطع ابدا ابدا بالزواج. البر بيزيد، ان الانسان بيعرف قيمة ابوه وامه اكتر واكتر لما يتجوز. يفضل الوصل موجود بينه وبين ابوه وامه اكتر لما يحس ان هو بقى ليه بيت وليه حياة خاصة فيروح يزور ابوه وامه. لكن لا يجوز شرعا لزوج ان يمنع زوجته من زيارة اهلها، ولا يجوز شرعا لزوجة ان هي تتدخل في خصوصيات زوجها بينه وبين اخواته وتفضل تزن على ودانه. أيوة. وتفضل تعمل حاجات صعبة جدا يحصل كره، ليحصل كره أمور في القلب بقى، وجفاء. وجفاء في القلوب وكره والعياذ بالله تبارك وتعالى. احنا بنتجوز عشان نقرب لبعض اكتر، عشان نبني حياة وأسرة مستقرة. ربنا يا رب يهدي البيوت ويجعلها بيوت آمنة ومستقرة، اللهم آمين يا رب العالمين. طيب فضيلتك، هل قطع العلاقات مع الأهل المؤذيين نفسيا حرام ولا؟ والله الإنسان لسه حد سألني السؤال ده قبل ما أجي في التليفون، بجد يعني بتأذي بناتها بشكل صعب جدا. فقلت لها احنا الابتلاء مع الآباء والأمهات بيبقى صعب على قلوبنا. لما أب يأذي أولاده أو أم تأذي أولادها بأذى معنوي أو أذى نفسي أو أذى مادي أو أذى اجتماعي، احنا أول حاجة بنصبر، تاني حاجة بناخد بالأسباب إن إحنا نبر ونحسن مرة واثنين وثلاثة يا أستاذ حسين، لأن ربنا قال في القرآن وصاحبهما في الدنيا معروف. بعد كده الواحد بقى بيقول يا رب، ودي حاجة مهمة جدا بقولها لكل الناس،
بعد ما تستنفذ كل السبل لازم تقول يا رب اللهم إني أبرأ إليك من عقوق الآباء أو الأمهات أو عدم البر والإحسان إليهم. أنا حاولت مرة واثنين وثلاثة إن أنا أبر أمي أو أكون قريب ليها، لكن هي مثلا قافلة الباب. بنتي تقول لي كده أو ابني يقول لي كده، أنت بتبرأ إلى الله تبارك وتعالى، لكن ما ينفعش أبدا إن الواحد فينا يفضل عليه ضغط نفسي من أي حد مقرب ليه ويفضل موجود في منطقة الضغط دي. مش بقول له اهرب، بقول له بنعمل محاولات وبناخد بالأسباب. لما تستنفذ بنقول يا رب أنت مطلع وشايف كل شيء، وفي الوقت ده يا أستاذ حسين بيجي الحل من ربنا، من عند ربنا سبحانه وتعالى. فضيلتك أحيانا الإنسان بيتعرض لأذى من الأهل المقربين، قرايبه، معارفه، هل قطع العلاقات بيهم حرام شرعا؟ بص، هو فكرة حرام وحلال في قطع العلاقات بترجع للتصرفات والسلوكيات اللي بتحصل في العلاقات دي. لو في أذى نفسي وضغط نفسي دائم من علاقة معينة، سواء كان دائم، خلاص في الوقت ده يعني إيه، أنت بترحم نفسك، أنت ما عندكش أغلى من نفسك، أنت بتحفظ كرامتك اللي ربنا سبحانه وتعالى رزقك بيها، ولقد كرمنا بني آدم، وبتحاول مرة واثنين وثلاثة، بتاخد بالأسباب إن العلاقة تفضل قائمة بالحب وبالود والحسن. لكن الهروب من منطقة الأذى ده حفظ للإنسان وأمر جائز، مفيش مشكلة. لو أصر أي أحد من أفراد القرايب أو العيلة على أذى النفسي لأي فرد من أفراد العيلة، فلو الشخص ده هرب أو بعد أو خد جنب، يحق له هذا، يجوز له هذا إن هو يعمل كده لحد ما الأمور تتحسن وتتظبط وترجع زي ما احنا بنقول كده كمصريين، ترجع الماء لمجاريها، نرجع تاني للود والصفاء. لكن لا يجوز شرعا ان حد يفضل يضغط ويأذي حد نفسيا بأي شكل من الأشكال. موجودين كتير للأسف في المجتمع بعض الناس يعني. طبعا موجودين، ندعي لهم بالهداية يا رب، وربنا سبحانه وتعالى يؤلف بين القلوب. أمين يا رب. يا رب بحق قولك وألف بين قلوبهم، ألف بين قلوبنا يا رب العالمين، وانزع البغضاء والشحناء والنفاق والشقاق وسوء الأخلاق والطمع والجشع من قلوبنا ونفوسنا جميعا يا رب العالمين. اللهم آمين يا رب العالمين. فضيلتك ازاي نربي أولادنا دينيا في زمن الضغوط والفتن اللي احنا عايشينها؟ خصوصا تربية ولادنا النهاردة بقت صعبة. أيوه. في حياتنا اليومية. فاحنا محتاجين من صغر الولاد نغرس فيهم المعاني والقيم الجميلة اللي هي ايه يا أستاذ حسين والسادة المشاهدين، اللي هي مراقبة ربنا. إن ربنا سبحانه وتعالى مطلع عليك، ربنا شايفك. فالولد لما يطلع عنده مراقبة وإن ربنا سبحانه وتعالى مطلع عليه، هيبقى مقدر لهذه العلاقة بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى. يبقى رقم 1 نربي ولادنا صح ونقربهم من ربنا. رقم 2 نخليهم يحافظوا على الصلاة وعلى سماع القرآن. رقم 3 لازم نوديهم مكان كده تبع الأزهر أو في مسجد يسمع رسالة ويتعلم. النهاردة احنا بنودي ولادنا تمارين. أيوه. كل الألعاب الرياضية والنوادي. احنا عايزين بقى التمارين الروحية، تربي ابنك روحيا. لازم توديه يتمرن، تعلمه ازاي يحفظ قصار الصور عشان يعرف يصلي بيها، تعلمه ازاي يبقى صادق وأمين في معاملاته، تعلمه ازاي يرضي ربنا سبحانه وتعالى في كل تفصيلة من تفصيلات حياته. ده أمر مهم جدا عشان خاطر دي أمانة. طبعا ولادنا وبناتنا طبعا دول أمانة منذ الصغر. والحياة النهاردة بقت صعبة وبنسيبهم للسوشيال ميديا والتاتش سكرين والموبايلات والديجيتال والحياة اللي فيها رقمنة والبرامج الإلكترونية اللي موجودة على الموبايلات. لازم كمان يبقى فيه شحن كل يوم، إن الإنسان بيعلم ولاده يحافظوا على الصلاة، يعلم ولاده إزاي يذكروا ربنا، يعلم ولاده إزاي يسمعوا قرآن ويقرأوا قرآن. خلي بالك فكرة الكورس والتمارين دي بعد فترة بتبقى تعود. الطفل او البنت بيتعود ان الصلاة دي امر مهم، خلاص امر مهم. بيتعود مثلا ان الحاجة دي حاجة اساسية في يومه وفي حياته. رأي الدين في ضرب الاطفال، في اباء بتضرب ابنائها بعنف وفي اباء بتشغل اطفالها من هم سن صغير جدا. لا طبعا، بص، الرحمة بالاطفال او بالابناء، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان رحيما بالاطفال، ويعلمنا ده صلى الله عليه وسلم في اكتر من موقف. مفيش حاجة اسمها ان احنا نضرب اولادنا بعنف او شدة، لان ده هيأثر على نفسيتهم تأثر كبير جدا، وهيخلي الطفل ينشأ تنشئة نفسية غير سوية. والاب والام هم اللي هيدفعوا الثمن. هيدفعوا الثمن ان هو هيفضل لما الابن ده يكبر
هيعيش منبوذ، هيعيش ان هو منزوي كده ومنطوي، لانه اتعود على العنف وعلى الضرب. ومفيش النهارده احنا بنصاحب ولادنا وبنقرب ليهم، فلا يجوز شرعا ان حد يضرب ابنه او يمد ايده عليه، بل نصبر عليهم ونعلمهم. وفكره الضرب لما جت واضربوهن وهم ابناء 10، مش معناها الضرب اللي انت تجيب بقى حاجه تضرب ابنك تعوره او تكسر له شوف حاجه. ضرب بعنف لا دلوقتي. طبعا ما ينفعش. انت بتعمل بانش، عقاب معنوي او عقاب كده، او تقول له يا ابني خلي بالك ركز، الصلاة دي حاجة مهمة، او الامر اللي انت عملته ده امر غلط وما يرضيش ربنا سبحانه وتعالى. فكرة اللين والرفق مع الطفل او مع اولادنا بتؤدي ان شاء الله الى نتيجة ايجابية وتربية سوية ترضي ربنا سبحانه وتعالى. زوج مرتبط عاطفيا بواحدة غير زوجته، رأي الشرع ايه؟ طبعا الخيانة الجسدية زيها زي الخيانة العاطفية بالظبط. ما ينفعش حد يدي مشاعر وحاجات عاطفية لإنسانة محرمة عليه، أو إنسانة لا يجوز له إنه يكلمها بكلام ما يرضيش ربنا سبحانه وتعالى. فأنت النهاردة الإنسان يستمتع بالحلال الطيب اللي ربنا سبحانه وتعالى رزقه بيه وأكرمه بيه، لكن النهاردة بيحصل تجاوزات كتيرة من بعض الرجال في الخيانات، في ان هو يوعد او يتكلم كلام عاطفي مع انسانه اخرى. احنا بيسود العلاقه بين الرجل والمراه، بين الرجل والمراه الاحترام والذوق المتبادل. لكن النهارده الكلام اللي فيه عاطفه او فيه مشاعر او فيه حب بيكون لزوجتك، بيكون للزوج فقط. لكن الخيانه العاطفيه دي امر محرم وغير جائز شرعا، ان الواحد يطلع مشاعر او كلام عاطفي جميل يستميل بيه قلب امرأة وبعد كده يتركها، ولا يعني قد يكون نوع من النزوات الوقتية اللي بتاخد وقتها وبتعدي، وده ما يرضيش ربنا سبحانه وتعالى. أكيد طبعا. احنا دلوقتي في أيام مفترجة، حضرتك تقول لنا ايه أحب الأعمال إن احنا نعملها دلوقتي؟ أول شيء مهم جدا تجديد التوبة إلى الله. رقم 2 المحافظة على الصلوات الخمس. رقم 3 لازم الإنسان يكون له ورد من الذكر والإقبال على الله. ربنا بيقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والعطاء بقى عموما بقى، العطاء على قد ما تقدر بقى. انت مثلا ربنا اداك علم، اعطي للناس من علمك. تمام. ربنا اداك مال، اعطي للناس من مالك. ربنا اداك منصب او جاه في زكاة اسمها زكاة المنصب او الجاه، يعني انت مدير عام في مكان، انت مسؤول في مكان. الايام المفترجه دي تقرب الى الله ان انت تقضي حوائج الناس. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كلنا كده: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن ستر مسلما يستره بكلمة، يستره بغطا، يستره بلقمة، يجبر بخاطره، يستره برسالة هو يكون محتاجها، يستره بطبطبة برسالة طمأنينة. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. قيام الليل ركعتين قبل ما تنام كده، الناس كلها بالليل ستيب تنام والجو برد، لكن انت تصحى كده الساعة 12 الساعة انت تصحى الساعة 12 بالليل ولا الساعة 1 قبل ما تنام، او لو هتنام شوية تصحى، تكون من الأوابين، تكون من المتقربين إلى الله تبارك وتعالى اللي ربنا قال في حقهم: تتجافى جنوبهم عن المضاجع. ليه يا رب؟ قال يدعون ربهم خوفا وطمعا، خوفا من عقابه وطمعا في رحمته وجنته ومما رزقناهم ينفقون. فاحنا محتاجين كلنا في الأيام دي نحافظ على قيام الليل، ننفق من اللي ربنا سبحانه وتعالى اداهولنا، أي نعمة ربنا أنعم علينا بيها، نحافظ على أذكار الصباح والمساء، نحافظ على ذكر الله تبارك وتعالى، نحافظ على ورد من القرآن. في ناس بتحب تسمع، وناس بتحب تختم، وناس بتحب تحضر مجالس ودروس، وناس تحب تتقرب إلى الله. وعايز أقول لحضرتك رسالة: كل إنسان مننا ليه حال بيحب يقرب لربنا بيه، فمش عايزين نغلق أبواب الرحمة على الناس. انت او انتي كل واحد بيشوفنا النهاردة ليك حاجة وسر بينك وبين ربنا بتحب تقرب بيه. واحد يرتاح لما يسمع قرآن، واحد يرتاح لما يصلي ويسجد واسجد واقترب، واحد يرتاح لما يطلع كده ينفق يعمل إطعام طعام، واحد يرتاح لما يمسك سبحته ويقعد يذكر ربنا، واحد يرتاح لما يعلم الناس علم ربنا سبحانه وتعالى أنعم عليه بيه، واحد يرتاح لما يزور مريض، واحد يرتاح لما يجهز كراتين ويجهز إطعام للناس أو إطعام في يوم ذي مسغبة. فألوان الخير كتير. ربنا يجعلنا كلنا
من أهل الخير آمين. ويوسع علينا ويسترنا بالخير. امين يا رب. اللهم آمين يا رب. اللهم امين يا رب. فضيلتك في ليله النص من شعبان، ايه احب الاعمال اللي عاملها في ليله النص من شعبان؟ ليلة النصف من شعبان يا أستاذ حسين والسادة المشاهدين، ليلة السماح والمسامحة، وليلة التقارير، كشف، حساب، ريبورت السنة كلها بيتكتب في ليلة النصف من شعبان. ربنا قال كده في القرآن فيها يفرق كل أمر حكيم. ربنا قال كده في القرآن فيها يفرق يعني إيه؟ يعني بيتقدر كل شيء للإنسان في الليلة دي. فليلة النصف من شعبان ليلة النظر، ومن نظر الله تبارك وتعالى إليه لا يعذبه أبدا. أهم الأعمال اللي احنا نعملها في الليلة الجميلة دي العفو والمسامحة في الحاجات البسيطة. عشان حد هيجي يقول لي يا شيخ أسامة أنا ليا ميراث واكلينه عليا إخواتي ولا قرايبي، أنا ليا قضية في المحكمة معلقة، أسامح إزاي يا شيخ وأنا ده حقي، أنا اتظلمت وبكيت وقلبي موجوع ومكسور. المسامحة في الحاجات البسيطة والصغيرة، لكن الأمور الكبيرة بنبرأ إلى الله ونقول يا رب أنا سامحت وعافيت، بس يا رب الحق اللي ربنا سبحانه وتعالى علمنا إن الواحد ياخد بالأسباب ويسعى إن هو يأخذ حقه بالطرق القانونية المتاحة واللي موجودة. ليلة النصف من شعبان الإنسان يجهز نفسه فيها كده من المغرب. أول حاجة يبتدي الليلة بالاستغفار واللجوء إلى الله تبارك وتعالى بطلب المغفرة، لأن ليلة النصف من شعبان يا أستاذ حسين خلاص فاضل أسبوعين طبعا 15 يوم ان شاء الله، وبنستقبل شهر رمضان. فلازم الإنسان يجهز نفسه، اللي عنده رحلة ولا عنده سفرية بيجهز. اللي عنده ماتش ولا عنده تمرين بيحضر. ولا عنده حاجة. مش احنا بنجهز لرمضان ونعلق الزينة ونشتري أكيد. طلبات البيت والحاجات بتاعة رمضان والخشاف والتمر والحاجات دي. حصل. انت كمان لازم تجهز قلبك لرمضان، والتجهيز القلب لرمضان بيبدأ من ليلة النصف من شعبان، لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ان الأعمال ترفع إلى الله تبارك وتعالى في هذه الليلة وفي هذا الشهر، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله. تصور بقى لما الواحد فينا يكون شغال في مؤسسة ولا شغال في أي مكان وعارف إن المدير بتاعه هيكتب الريبورت والتقرير بتاعه في الوقت الفلاني، هيحاول يبقى كويس الريبورت يتكتب فيه، يعمل بقى شغل كويس ويتودد ويقرب للمدير ويعمل حاجات كويسة. طب أنت في علاقتك مع ربنا سبحانه وتعالى التقرير بتاعك هيترفع، والعبرة بالخواتيم ختامه مسك. فدور ان التقرير والريبورت بتاعك يطلع لربنا سبحانه وتعالى وانت على طاعة وانت على ذكر لله وانت قريب من ربنا سبحانه وتعالى. في التقرير اليومي وفي التقرير الاسبوعي وفي التقرير الشهري وفي التقرير السنوي. التقرير اليومي يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. التقرير الأسبوعي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصوم يوم الخميس، وعندما سئل صلى الله عليه وآله وسلم عن صيام يوم الخميس قال ذاك يوم ترفع فيه الأعمال الأسبوعية إلى الله وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. يبقى في تقرير every week وevery day وevery year، يعني 3 تقارير بيترفعوا لربنا سبحانه وتعالى. التقرير السنوي بقى اللي هو every year كل سنة بيترفع لربنا في الشهر اللي احنا فيه ده شهر شعبان. فعشان كده كل واحد يحافظ على التقرب إلى الله تبارك وتعالى بأي حاجة بيحس فيها بالراحة والطمأنينة والسعادة وهو قريب من ربنا، خصوصا في هذا الشهر الكريم، عشان شهر شعبان هو شهر المتابعة والسقيا. احنا كنا حطينا البذرة في شهر رجب وبنسقيها في شهر شعبان عشان ناخد الريزلت والنتيجة والثمرة في شهر رمضان. للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربنا يفرحنا يا رب بشهر رمضان ويجعله شهر كله خير وسعادة وفرج ورحمة ونور وسعادة لينا كلنا. اللهم آمين يا رب العالمين. يا رب. ايه الدعاء المستحب في ليلة النص من شعبان؟ انا دايما في موضوع الأدعية دي بحب اقول الدعاء اللي يطلع من قلبك هو الدعاء المستحب. احنا كمشايخ او دعاء وناس درسنا في الازهر الشريف بنقول للناس على ادعيه كتيره، ادعيه القران والادعيه الوارده عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن اهم 3 ادعيه من وجهه نظري
انا عايز اسمعه من حضرتك. اهم 3 ادعيه وحضرتك هتحفظهم دلوقتي وانت قاعد، ان شاء الله. والساده المشاهدين ان شاء الله. البودكاست الجميل ده. اهم 3 ادعيه في ليله النصف من شعبان: 1 اللهم ارضى عني. اللهم ارضى عني. رقم 2 اللهم ارزقني حسن الخاتمه اللهم والفردوس الاعلى من الجنه. رقم 3 اللهم اجعلني مستجاب الدعوه. اللهم استعان. تصور بقى يا استاذ حسين، ال3 ادعيه دول بيلخصوا كل الطلبات والاسئله والحاجات اللي احنا بنطلبها من ربنا. ربنا لو رضي عننا كل الامور هتتيسر، يا رب. حتى لو في حاجات صعبه ربنا بيرزقك الصبر وقوه التحمل، ان الانسان يصبر لحد ما الازمه والمشكله تعدي. عشان كده ربنا لما قال في القران رضي الله عنهم ورضوا عنه، ده اعظم طلب، ان ربنا يرضى عنك. فادعوا ربنا في الليله دي وقولوا اللهم ارضى عنا. اللهم ارضى عنا. اللهم ارضى عنا وعلى غيرك لا تكلنا، من شرور خلقك سلمنا. اللهم اشرح صدورنا ويسر امورنا واصلح احوالنا ووسع ارزاقنا وبلغنا يا ربنا مما يرضيك امالنا. الدعاء الاول اللهم ارضى عنا. الدعاء الثاني اللهم اجعلني مستجاب الدعوه. فكل دعوه تدعيها لربنا تستجاب. وربنا يقول وقال ربكم ادعوني استجب لكم. خلي بال حضرتك، هقول لك هديه جميله من كل قلبي لحضرتك وللساده المشاهدين. رصيد الدعاء عمره ما بيروح ابدا عند ربنا. انت ممكن رصيدك في البنك يقل، ممكن رصيدك عند البني ادمين يقل، ولكن الدعاء، لكن رصيد الدعاء عمره ما يقل ابدا. سيدنا النبي يقول ما من عبد يدعو الله تبارك وتعالى بدعاء، اي دعاء بقى، الا خد 3 هدايا. 1 الا استجيب له، ربنا يستجيب له الدعاء اللي هو عايزه ويديله الطلب اللي هو عايزه. الا استجيب له. رقم 2 والا دفع عنه من السوء ما لا يعلمه. تبقى تحصل بلوى ولا مصيبه ولا ازمه، وبسبب رصيد الدعاء ده ربنا يحوط الانسان ويحافظ عليه برصيد الدعاء. رقم 3 على رؤوس الاشهاد يوم القيامه يلاقي رصيد الدعاء ده كبير قوي، فيسال ده انا كنت مقصر يا شيخ، معقوله الحسنات دي كلها بتاعتي؟ ايوه، انت كنت بتدعي ربنا وربنا من رحمته بيك وحبه ليك ادخر لك واجل لك ثواب الدعاء ده يوم القيامه على رؤوس الاشهاد عشان تفرح بيه اكتر من في الدنيا. فشوف رحمه ربنا بينا قد ايه، ربنا بيحبنا قد ايه. فما حدش يا جماعه ييأس ابدا وهو بيدعي ربنا. وقال ربكم ادعوني استجب لكم واسالوا الله من فضله امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض. عشان كده عايز اقول له كل واحد بيشوفنا النهارده اجعل تجاهك للاله واطلب من المولى رضاه ودع الغرور لمن تمرغ او تردى في هواه. ان الغرور جهاله والبعد عن سبل الهدى. ما اغتر يوما عاقل الا تعثر في خطاه. اخاف من فقر ولي من رحمه الرحمن جاء. اخاف، انا ممكن اخاف وربنا موجود؟ مستحيل. اخاف من فقر ولي من رحمه الرحمن جاء. اخاف من مرض ورب المستجيب لمن دعاه. اخاف من انا لا اخاف لانني في حماه. اللهم اننا في حماك فاحم حماك يا رب العالمين. اللهم اننا تحت لواك فانشر علينا جميعا لواءك يا رب العالمين، واعنا يا ربنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يبقى رقم 1 الرضا. رقم 2 اللهم اجعلني مستجاب الدعوة. رقم 3 بقى احنا دايما نقول ايه؟ العبرة بالخواتيم. خير العمل أدومه وإن قل وخير الأعمال خواتيمها. فالواحد بيدور إزاي يطلب من ربنا سبحانه وتعالى إن يموت ميتة سوية، يعني يقابل ربنا يا أستاذ حسين وهو على عمل صالح، يبقى ختامه مسك زي ما احنا بنقول كده، تبقى خاتمة حلوة. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا إن الله إذا أحب عبدا عسله. اما ربنا يحب حد عسله، عسله يعني يخليه معسل، يعني يسكر. شوف المعنى الجميل بقى الأول لحضرتك. سيدنا النبي قال يوفقه لعمل صالح، وده حسن الخاتمة الحقيقي. ممكن تكون كنت مقصر شوية طول حياتك، الواحد كان بعيد حبتين بس ربنا بيحبه وليه سر كده وقلبه متعلق بربنا، فربنا يوفقه وهو بيودع الدنيا باي باي وبيمشي يعمل حاجة جميلة كده، يكون بيصلي، يكون بيذكر ربنا، بيعمل عمل خير، بيشتغل. حتى لأن اللي بيموت دون عملية شهيد، بيموت دون عملية فهو شهيد.
فربنا يوفق الإنسان لحاجة جميلة في خواتيم حياته ثم يقبضه عليه. عشان كده لما بندعي ربنا في ليلة النصف من شعبان اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، مش بس وكده، والفردوس الأعلى من الجنة. وده طلب كبير قوي وغالي، إن أنت تقول يا رب أنا عايز أحسن مكان في الجنة. ما تقولش أنا عايز أول حاجة، أول سلمة، أول درجة. لا، خليك طماع مع ربنا. إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. علاقتك مع ربنا خليك طماع، علاقتك مع الناس خليك قنوع. يعني أنت بتتعامل مع الناس خليك عندك قناعة. ازهد فيما أيدي الناس يحبك الناس. لكن وأنا بتعامل مع ربنا في ليلة النصف من شعبان دلوقتي وداخلين على شهر رمضان أو عموما في أي وقت، يا رب أنا ماليش غيرك، ليس لها من دون الله كاشفة، لا قرب وأنت رب. أنا متعلق بربنا سبحانه وتعالى وعارف إن ربنا هيكرمني. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. فالدعاء ده نعمله في ليلة النصف من شعبان، الثلاث أدعية: اللهم ارض عني، اللهم ارزقني حسن الخاتمة والفردوس الأعلى من الجنة، اللهم اجعلني مستجاب الدعوة. يا رب اجعل الليلة دي ليلة فرج وليلة سماح وليلة مغفرة لينا كلنا يا رب العالمين. يا رب يا رب يا رب يا رب. فضيلتك، رأي حضرتك في قتل الحيوانات، الكلاب اللي في الشارع من قبل الأهالي، إنه بيكون مثلا في كلاب في الشارع هم بيخافوا منها، بيسموها، بيستخدموا السم لقتل الكلاب. خلينا نقول بصراحة الكلاب والحيوانات دي أرواح عايشة على الأرض، فلازم نحسن إليها. وكان صلى الله عليه وآله وسلم سيدنا النبي يحسن لكل المخلوقات. لكن النهاردة خليني أكلمك بصراحة، الأذى والحاجات السلبية اللي بتحصل من كلاب الشوارع أو الحيوانات الأليفة اللي بتبقى في الشارع، ممكن يصدر منها تصرف يؤذي البني آدم ويؤذي الإنسان. في الوقت ده بنلجأ للجهات المختصة. في تقريبا في وزارة الزراعة جهة منوطة بإدارة موضوع الكلاب، أو لو الواحد عزكم الله كلب عضه أو حاجة بيروح لوزارة الصحة ياخد المصل أو التطعيم. لكن ما ينفعش نلجأ أبدا لقتل الروح. لا يجوز شرعا نقتل كلاب الشوارع، لكن الدولة والمسؤول والوزارة المنوطة بإدارة موضوع الكلاب هي المسؤولة، وهي بقت ظاهرة سلبية موجودة. خلينا نتكلم بصراحة. مصر فيها ملايين عزكم الله الكلاب في الشوارع، فلازم يبقى في وقفة. وأنا بنادي من خلال برنامج حضرتك وقفة من كل الجهات المنوطة والمسؤولة عن إدارة هذا الملف، علشان في أذى، وشوفنا ناس كتير أو اتعضت واتأذت جامد من الكلاب. فلازم يا جماعة يبقى في توجه، يقعد المتخصصين في الطب البيطري مع وزارة الزراعة، مع وزارة الصحة، مع الأزهر الشريف، مع حقوق الحيوانات، الناس اللي عاملة جمعيات، ونفكر في حل ازاي. لان الكلاب عندنا في الدين، شفت بقى سورة الكهف؟ وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط. يعني الكلاب مش مرفوضة ابدا دينيا، لكن الكلاب موجودة عندنا في الدين لحاجتين: حاجة اسمها الحراسة وحاجة اسمها التدريب. وده مذكور في القرآن. ربنا يقول ايه في سورة المائدة؟ يقول: وما علمتم من الجوارح مكلبين. يعني يا أستاذ حسين لما نعملها ترانسليت وترجمة، يعني مدربين ومعلمين. فاللي عنده مثلا مزرعة كلاب اللي هي بتكشف عن المتفجرات وعن المخدرات، أو للحراسة والتأمين. حضرتك مثلا عندك مزرعة، واحد عنده فيلا، واحد عنده بيت عايز يأمنه، فبيجيب كلب يحرس. لكن الكلب ما يدخلش مكانين، لا مكان الصلاة ولا مكان النوم، حتى لو كلب بوبي صغير. لأن بيجي لنا السؤال ده: الكلب البوبي اللي الولاد والبنات والشباب اللي هم الاندر ايج يحضنوا الكلب ولازم يناموا الكلب في حضنه، ما ينفعش. الكلب نجس، والكلب غير نجس، لكن لعاب الكلب نجس. لعاب الكلب نجس، لكن الكلب مش نجس. احنا لازم النهارده نفرق يا جماعه بين تعاملنا مع الكلاب للحراسة والتدريب وبين تعاملها معانا كناس نخلي الكلب كأنه يعني عزكم الله كأنه بني آدم عايش في البيت، فالكلب ياكل ويشرب من نفس الطبق. في ناس بتعمل كده. في ناس طبعا. وفي ناس الكلب لازم ينام في نفس الأوضة اللي هو بينام فيها. ما ينفعش خالص. الكلب ما يروحش لا بجسمه ولا بلعابه، لا على مكان الأكل ولا على مكان النوم ولا على مكان الصلاة. لأن المكان اللي بتسجد وتتعبد فيه لله تبارك وتعالى ما ينفعش الكلب يقرب ليه. الكلب يروح فين يا شيخ؟ عشان برضو ناس تقول لك يا شيخ طب انت كده بتقفل علينا. لا، يروح في التراس
يروح في الجنينه، يروح في البوكس والصندوق بتاعه، نخصص ونكرم الكلب او الحيوان اللي مكان. موجود ونحطه في المكان بتاعه. وبقى في نقطه مهمه جدا، بيجي في الصيف الناس كلها تطير على الساحل وتسافر وتسيب الكلاب، لا اكل ولا شرب ولا رعايه، او يقول لجاره ايه خد ابقى خلي بالك من الكلب بتاعي او اسلفه، والانسان يهمل. لكن الانسان هيسأل، عايز تجيب كلب وتربيه تهتم بيه، لان هتسأل عنه يوم القيامة. زيارة القبور، الحقيقة زيارة القبور يا أستاذ حسين أمر جميل فيه اتعاظ للنفس. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كلنا: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. وده أمر من سيدنا النبي. ألا دي يعني معناها أمر، روحوا زوروا المقابر. ليه بقى؟ عشان نحزن ونعيط ونولول؟ لا، ألا فزوروها فإنها تذكركم بالآخرة. لما الواحد فينا يا أستاذ حسين يروح يزور مثلا حد عزيز توفى عليه، أبوه أمه، زميل، صديق، جار، أي حد كنت بتحبه وانتقل لرحمات الله، انت بتروح تقول: السلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية والنجاة من النار. الزيارة دي بترقق القلب وبتخلي الإنسان يبطل تعلق زائد بالدنيا. فزيارة القبور جائزة، مفيش حاجة، لكن أيام العيدين في الأعياد لا يجوز. لا يجوز. في العيد لا يجوز، محرم شرعا زيارة القبور أيام العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى، لأن دي برضو حاجة كده يعني متعارف عليها عند المصريين. بعد صلاة العيد يروحوا المقابر يزوروا الأموات. يا جماعة، يوم العيد يوم فرح ويوم رحمة ويوم سعة ويوم تقرب إلى الله ويوم سعادة. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان عايز الإنسان، وده الطب النفسي بيقولوا النهارده. واحنا النهارده لما بنقول ليه بتوع الغرب وبتوع بره بيعملوا كل حاجة صح في الوقت الصح، عشان هو بيفرح في وقت الفرح ويزعل في وقت الزعل ويشتغل في وقت الشغل ويلعب في وقت اللعب ويعمل شوبينج في وقت الشوبينج. بيحاول يكون متقن ومحسن في كل تايم وكل ديوتيز وكل المهمات وكل الحاجات اللي بيعملها، بيركز. احنا النهارده بنقول للشباب ونقول اتفرجوا على حضرتك هنا من خلال بودكاست: يا جماعه محتاجين نركز. انا عندي حاله وفاه، ركز في حاله الوفاه. انا راح ازور المقابر، راح ازور المقابر. انا عندي شغل، اركز في شغلي. لكن احنا النهارده ما ينفعش يوم العيد نروح نزور المقابر. يوم العيد يوم فرح ويوم سعاده، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح. هل المتوفي بيحس بالزيارة، بيستفاد بالزيارة؟ طبعا الميت بيحس بروحه بكل حاجة جميلة بتتقدم له، سواء كانت دعاء أو زيارة أو صدقة. لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اللي علمنا ده قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله. تصور كده، يقول لك إيه؟ الطريق ده مقطوع ما ينفعش تمشي فيه إلا لو لفيت من الناحية التانية ممكن توصل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كده: اللي بيموت انقطع عمله إلا من ثلاث: واحد صدقات جارية، فالميت بيحس بالصدقة، علم ينتفع به، تعلم حد رسالة وتوهب ثوابها للميت، أو ولد صالح يدعو له، الدعاء. الميت جسدا بيبلى يعني يفنى، لكن روحه عايشة، لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. فالاتصال بين الأرواح الأحياء والأموات موجود. لأني خلي بالك يا أستاذ حسين، دي مرحلة وانتقال من مرحلة إلى مرحلة. احنا عندنا 5 مراحل بنعيشهم من أول الخلق. في مرحلة اسمها عالم الذر، قبل ما ربنا يخلق الكون خالص: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. دي مرحلة قبل خلق البشرية كلها. ربنا قدر إن الأستاذ حسين هيبقى موجود وعايش 2026، وأسامة قبيل هيبقى موجود في 2026، وكل 8 مليار اللي عايشين في العالم النهاردة واللي ربنا رزقهم نعمة الوجود ونعمة الحياة. ده اسمه عالم الذر. بعد كده في عالم اسمه عالم الأجنة، واحنا جنين، الواحد هو جنين او بيبي في بطن امه 9 شهور،
ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين، لحد ما يتولد الإنسان يعدي المرحلة الثانية اللي هي اسمها مرحلة الأجنة. المرحلة الثالثة اللي احنا عايشين فيها دلوقتي أنا وحضرتك وكل السادة المشاهدين اللي هيشوفوا الفيديو ده أو الريل ده ان شاء الله. كل اللي عايشين في المرحلة الثالثة اسمها الحياة الدنيا. حياة الدنيا اللي احنا عايشين فيها دي المرحلة الثالثة. المرحلة الرابعة اسمها حياة القبور اللي حضرتك بتسأل عليها، الناس اللي انتقلت للقبور وفي اتصال بيننا وبينهم عن طريق الروح وفي الدعاء. عشان كده يقول لك ايه، ده انا ابويا جالي في المنام، ايوه، ده امي جات لي في المنام وقالت لي اعملي كذا يا بنتي. البنت مثلا تقول، فالارواح متصلة وموجودة. يبقى عندنا عالم الذر وبعدين عالم الأجنة وبعدين عالم الحياة الدنيا وبعدين عالم حياة القبور وبعدين عالم يوم القيامة اللي هو يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة اللي هي يوم القيامة شيء عظيم، شيء كبير. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى يعني تيها وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ربنا يرحمنا برحمته ويجعلنا من أهل الجنة يا رب، ويختم لنا بخاتمة السعادة. اللهم آمين يا رب العالمين. يا رب يا رب. قبل ما اختم الحلقة بتاعتي أنا عايز أسمع صوت الدكتور أسامة أبيل في دعاء لنهاية الحلقة الجميلة دي. يا رب يا رب. نختم كده في ختام الكلام دعاء نتقرب به إلى الله تبارك وتعالى. عايز كل اللي بيشوفونا يستحضروا عظمة الله عز وجل في قلوبهم وأمنوا جميعا معي قولوا آمين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل يا ربنا على سيدنا محمد في الآخرين وصل يا ربنا على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل يا ربنا على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترضى بها عنا يا رب العالمين. اللهم اشرح بالصلاة والسلام على النبي صدورنا يا رب، اشرح بالصلاة والسلام على النبي صدورنا وأذهب بها همومنا وغمومنا واشف بها أسقامنا وأمراضنا وأوجاعنا واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين. اللهم إنا نستعين بك فأعنا ونستهديك فاهدنا ونسترحمك فارحمنا ونستغفرك فاغفر لنا ونستعلمك فعلمنا ونستنصرك فانصرنا ونقف على بابك فلا تردنا وندعوك فاستجب لنا كما وعدتنا. اللهم بفضلك استرنا ولا تفضحنا يا رب، استرنا ولا تفضحنا واعطنا ولا تحرمنا واعطنا ولا تحرمنا وزدنا ولا تنقصنا وخذل عنا ولا تخذلنا واسترنا بسترك الجميل الذي سترت به نفسك فلا عين تراك يا رب العالمين. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا رب العالمين. اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. بارك لنا اللهم فيما أعطيت قنا واصرف عنا بفضلك ورحمتك شر ما قضيت. اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك. اللهم لا تفضحنا يوم العرض عليك. اللهم أحسن وقوفنا بين يديك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا رب العالمين. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا وأصلح أحوالنا ووسع أرزاقنا وارحم موتانا. اللهم اشف مرضانا يا شافي الأمراض يا الله.
يا شافي يا معافي يا الله. اشف مرضانا ومرضى الناس أجمعين، وارحم يا ربنا موتانا وموتى الناس أجمعين. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، لا تعذبنا فأنت علينا قادر. الطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير يا رب العالمين. رب اغفر وارحم، رب اغفر وارحم، رب اغفر وارحم، وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به يا رب، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. اللهم أوسع علينا من الرزق الحلال يا رب العالمين. اللهم لا تحوجنا إلا إليك، ولا تجعل أيدينا تمتد إلا إليك، لا تحكم في أرزاقنا سواك، ولا في رقابنا إلا إياك يا رب العالمين. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك يا ربنا من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم يا رب العالمين. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، وأعنا فيه على الصيام والقرآن يا أكرم الأكرمين. اللهم بلغنا رمضان، وأعنا فيه على الصيام والقيام يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. نجنا جميعا من الهم والغم والكرب العظيم، واجعلنا من الذين تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم، سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم استجب وتقبل يا رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي العربي القرشي الهاشمي، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلينا جميعا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم استجب وتقبل يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الله، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله.